ومع الاصدار الجديد ومفاجأة جديدة، وحاط لنا ميزة جميلة جدا 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 بتربط كل الاصدقاء ببعض. دي بقى ميزة خلاف ان انت بتلعب مباراة مع صديق وكنت بتكتب الباسورد عشان تلعبوا ماتش مع بعض. دي حاجة جميلة جدا، ومش كل الناس هتعرفها. كلمة إضافة أصدقاء للمقارنة بين نقاط الخبرة، اللي هي كلمة الأصدقاء دي ممكن تبقى مكتوبة لو عند حد الموبايل بالإنجليش هتلاقيها مكتوبة كلمة فريندز. هتدوس عليها هتخش تلاقي كلمة إضافة صديق وإنشاء رمز. تمام. أضف الأصدقاء للمقارنة بين نقاط الخبرة والتصنيفات والكؤوس. ابدأ بإنشاء رمز أو بإيجاد أو بإدخال رمز مع صديق. المعنى بالكلام ده ايه؟ ان الصفحة الفاضية اللي عندك دي هتبقى قائمة اصدقاء زيها زي الفيسبوك، زي الانستجرام، زي العاب كتيرة برضو بتضيف عليها اصدقائك زي بابجي. لو حد هنا بيلعب بابجي هتدوس على كلمة انشاء رمز. هتعمل هو بيقول لك دلوقتي انها تنتهي 4 دقايق و59 ثانية، اللي هو بيبقى 5 ثواني، 5 دقايق ويبدأ يعدهم تنازل. هتعمل نسخ للحافظة وتروح على صاحبك تبعتهوله على الواتساب. تمام. هيقوم جاي هو عامل اضافة صديق ويعمل هنا الرمز كده. انا بقى مش هينفع اضيف نفسي، فانا لو دوست كده حسنا لا يمكنك اضافة نفسك كصديق. تمام. فانت بقى اصحابك هيبعتولك الرمز ده بالطريقة دي زي ما انت شفت كده، وانت تعمل كلمة اضافة صديق وتحط الرمز هنا نسخ كده وتعمل كلمة حسنا. هتبص تلاقي صاحبك بقى قدامك في القايمة الفاضية دي زيها زي بابجي بالظبط. ودي ميزة جديدة وجميلة جدا جدا جدا. يلا روحوا جربوها وخلوا صحابكم عندكم في الاصدقاء. وما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، ولايك على الفيديو لو انت استفدت او المعلومة دي جت في وقتها، وصلوا على النبي في الكومنتات عشان تكسبوا وتستفادوا اي حاجة. قول لنا رأيك في الفيديو، ويلا بينا نلعب ماتش جديد بالاصدار الجديد والفرقة الجديدة.